بعدما اكتسح المنتخب المغربي منتخب بوراندي بخماسية نظيفة، قدر يتفوق على المنتخب مدغشقر برباعية كاسحة. تنتظره مواجهة من العيار الثقيل. كيف ما كتعرفوا الأسود الأطلس مقبلين على مواجهة ودية نارية ضد المنتخب النرويجي كآخر محطة إعدادية قبل الانطلاق الرسمي لنهائيات كأس العالم 2026. المواجهة كتحبس الأنفس لأنها كتمثل أول اختبار حقيقي للمدرب الوطني محمد الوهبي، مدرب اللي تولى قيادة الأسود بعد ما أبهر العالم وفاز بكأس العالم تحت 20 سنة. وهبي اليوم باغي يثبت للجميع أن الفكر التكتيكي المغربي قادر يوقف أي ماكينة هجومية. في هذا الفيديو شامل ومفصل اللي غادي نمشيو فيه دقة دقة وبالتفصيل، غادي نجاوب على الأسئلة الكبيرة اللي كتدور في بال كل مشجع مغربي. شكون هو المنتخب النرويجي في 2029؟ شنو هو الاسلوب التكتيكي المعقد اللي كيلعب به المدرب صالح سلوبكان؟ وشكون هما اخطر العناصر ديالهم في كينشطوا وكيفاش كيشكلوا الضغط رهيب على الدفاعات؟ والاهم من هادشي كامل اشنو هي النقاط اللي كتقلق المدرب محمد الوهبي، وفين كاين المقتل والنقاط الضعف اللي يقدروا الاسود يستغلوها لضرب المنظومه النرويجيه. ماشي غير هادشي، غادي نحلوا كيفاش النرويج دارت اعجاز وتاهلت للمونديال بالعلامه الكامله ونقارنوا مجموعتهم بالمجموعه المغرب باش نعرفوا ميزان القوة. في الأخير غادي نرجعوا بين المغرب والنرويج ونستحضروا الذكريات ديك الجيل الذهبي. أول حاجة خصنا نفكوها هي الهوية التكتيكية ديالهم. النرويج لسنوات طويلة كانت غايبة على الساحة العالمية وغابت 28 عام على المونديال، ولكن المدرب سلوبكان فريق ما بقاش كيعتمد على الكرة الطويلة العشوائية أو الاندفاع البدني الجاف ديال الزمان. النرويج حاليا كتطبق كرة القدم العصرية الهجومية ومبنية على التمرير الأرضي السريع. الرسم التكتيكي المرن، سلوبكان كيبدا بالخطة 4-3-3 كقاعدة أساسية، ولكن فوق الملعب كتحول 4-1-4-1 في الحالة الدفاعية. في الحالة الهجومية كتولي 3-2-4-1 شبيهات بالأسلوب مانشستر سيتي. المحور بناء اللعب، البناء ما بقاش عشوائي بتاتا بالكرة الطويلة ديال شحال هادي. دابا كاين بروتوكول تكتيكي صارم، الكرة كتخرج من السونتر كريستوفور اللي كيمتاز بالهدوء والقدرة التمرير العمودي كسر الخطوط. اير كيمررها مباشرة لساندر بيرج، والهدف الوحيد والاساسي من هذا الدوران كامل هو ايصال الكرة في انصاف المساحات لصناع الالعاب. والقائد مارتن اوديغار، بمجرد ما اوديغار كيستلم الكرة هو مآمن وداير وجهه للمرمى، هنا كيبدا الخطر الحقيقي. من بعدها كيرسل الكرة ساقطة في ظهر المدافعين للماكينة هالاند، الضغط العالي والموجة الخنق. النرويج ما كترجعش للور وتدافع، بل كتطبق استراتيجية هجومية استباقية شرسة. كيدور الضغط والموجة في أول 15 دقيقة من الشوط الأول أو الشوط الثاني في الملعب الخصم. هالاند كيقفل الزاوية التمرير على الحارس، والأجنحة كيخنقوا الأظهرة. هاد الضغط مدروس وكيجبروا المدافعين الخصم على ارتكاب الأخطاء أو تشتيت الكرة بشكل عشوائي. وهنا كترجع القوة البدنية الضاربة ديالهم وطول القامة في الوسط. كيربحوا جميع الكرات الثنائية والعرضية كتسمى سيكوند بالز. بمجرد ما يخطفوا الكرة في الملعب الخصم كيديروا تحول خاطئ في 3 ديال الثواني ويبداو هجمة جديدة قريبة من المرمى بوجود 4 أو 5 ديال المهاجمين داخل منطقة الجزاء. هذا الضغط هو اللي خاص المدرب محمد وهبي يلقى ليه الحل عن طريق التمرير القصير السريع باش نخرجوا من الخنق ديالهم. دابا اجيو ندخلوا لغرفه التحليل العميق ونشوفوا هاد الالات البشريه كيفاش كتلعب باش نعرفوا المدرب محمد الوهبي مع من كيتعامل. مدمر ايرلينغ هالاند، نادي الحالي مانشستر سيتي الانجليزي. طريقه اللعب والضغط، هالاند هو الراس الحربه فتاك كيمتاز بالتحركات الذكيه جدا في المساحات العمياء للمدافعين، ما كيحتاج يلمس الكره بزاف، لمسة واحدة كافية باش يحطها في الشبكة. خطورته علينا، هالاند كيمارس الضغط الذهني والبدني على قلبين الدفاع ديالنا شادي رياض وديوب، كيجبر المدافعين يرجعوا اللور خوفا من السرعة الانفجارية ديالو، وهادشي كيخلق مساحات فارغة في وسط الميدان المغرب للقادمين من الخلف. الساحر مارتن اوديغار، النادي الحالي ارسنال الانجليزي وقائد المنتخب النرويج. طريقة اللعب والضغط، اوديغار هو العقل المدبر في التصفيات، وخا غاب في بعض المباريات ولكن صنع 7 ديال الاهداف كأعلى نسبة في أوروبا. اللاعب كيمتاز برؤية خيالية وتمريرات بين الخطوط. خطورته علينا، أوديغار هو اللي كيعطي التمريرات القاتلة لهالاند. إلا بقى بوحدو في الوسط بلا رقابة صارمة من سفيان أمرابط غادي يفكك الدفاع ديالنا بلمسة واحدة.
وبلا ما نساو الجناح اللي اتلتيكو مدريد اسباني اليساندرو سورلو. طريقه لعب مهاجم كلاسيكي قوي بدنيا، طول ديالو متر 95. اسلوب كان كيوظفو شي مرات كجناح ساقط في العمق او كمهاجم ثاني بجانب هالاند، كيشكل محطه مهمه لاستقبال الكرات العاليه وتوزيعها للاجنحه. المدرب محمد الوهبي معروف بالدراسة الدقيقة للخصوم. عبر البيانات اجو نشوفوا شنو هما نقاط القوة اللي كتعلق محمد الوهبي وفين الثغرات اللي غيستغلها الذكاء المغربي. نقاط القوة اللي خصنا نردوا منها البال: النجاعة الهجومية المرعبة. النرويج في المباريات في التصفيات سجلت 16 هدف بمعدل التحويل فرص خيالية وصل 33%. يعني الفرقة غير كتوصل للهجوم كتعاقب فورا العرضيات والكرة الثابتة، بوجود جوليان رايسون ظاهر دورتموند اللي صنع 18 هدف هذا الموسم مع دورتموند. العرضيات ديالهم كتشكل خطورة حقيقية بوجود قامة طويلة بحال هالاند وسلورت. نقطة الضعف أو المقتل اللي غادي يضرب فيها محمد الوهبي: بطء ارتداء الدفاعي. قلب الدفاع ديالهم ثقال بزاف في الرجوع للور. الا تقطعت اليوم الكره غادي تبقى لنا مساحات مع السرعه ديال سفيان الرحيمي او برايم دياز قادرين يسجلوا. شوارع خلف رايسون، ظهير الايمن جوليان رايسون كيزيد بزاف القدام واتي كيخلي وراه مساحات خاويه، وهي النقطه اللي خصنا نستغلوها. دابا غادي نجاوبوا على هذا السؤال: كيفاش تاهلت النرويج للمونديال 2029؟ بزاف ديال الناس كيسولوا كيفاش النرويج اللي غابوا 28 عام رجعوا بهذه القوه. الجواب هو انهم لا مسار تاريخي واعجازي في التصفيات الاوروبيه ضمن المجموعه التاسعه. النرويج لعبت 8 مباريات وربحتهم كاملين، 0 تعادل 0 هزائم، جمعوا 24 نقطه وسجلوا 37 هدف، واستقبلت شباكهم غير 5 ديال الاهداف. نتائج صادمه: سحقوا منتخب مولدوف بنتيجه تاريخيه 11-1، وفاجأة صاعقة اللي دارت ضجة في أوروبا. ربحوا المنتخب إيطاليا ذهابا بثلاثية نظيفة، وإيابا في ملعب سان سيرو اكتسحوا إيطاليا 4-1. هالاند لوحده سجل 16 هدف. في الأخير ضروري نرجعوا 28 عام اللور. هذا الماتش عنده نكهة تاريخية. في 10 يونيو 1998 التقى المغرب بالنرويج في ماتش الدقائق الأخيرة وحرمت الجيل الذهبي من التأهل.